مرحبا فيكم فيديو جديد. كيفكم عيلتنا؟ شو الاخبار؟ بتمنى كلكم تكونوا بصحه منيحه. احنا اليوم مع شركه الاصيل للسياحه في عندنا جوله جدا خرافيه رح ناخذكم فيها. وصلنا الى فعاليه الاسود. نسبه الحماس عندك شو؟ طبعا تريليون. ايش فيك؟ تريليون. تفضلي قدامي. بروح اثبت لك. ليديز فيرست. هيا نسبة الحماس صفر. ليه صفر؟ جميل. اعتقد انك جاي هون 500 مرة قبل هيك. مع ذلك نسبة الحماس 100% لاني مع خشاني. يلا ليتس جو. خلينا نشوف التجربة مع بعض. بدي تعالي قولي لي شو مالك؟ تفضي لي خانك؟ خانك الاسد؟ تفضي لي. طيب يا جماعة هلا شوك بدها تدخل وتفرجيكم كيف بدها تحمل الابيض. بدك ولا الاسد الكبير؟ انا بدي من يحملني والله. طبعا كل اسود نايمين، ما بعرف شو مالهم، شكلهم بيخدروهم على الاغلب. فعليا نايمه. فعليا عن متحمسة جد جينا متحمسين لقينا كل اسود مش متحمسين. يا معلم استاذ والله لو عليك شكات راجعة مش هيك معلمي. بس بشكل عام المكان عن جد كتير حلو وكتير لطيف. بتقدروا تيجي هون تعيشوا تجربة كتير حلوة. بس الاسود نايمة يا عمي. اذا في اسد في الحارة هاي اطلع لي يا معلم. كلهم شو هيا؟ كلهم مخدرين. مخدرين يمكن مع الشوك، او ممكن هم بيعطوهم شيء عشان يضلوا هادين. بس غريب قديش نايمين يعني. كسل مش طبيعي. لقينا قفص الاسد واخيرا بس برضه نايم. طبعا هي قفص الاسد بياز اسلان وايت لايون. يا اسد بدنا نشوفك معلم. ليش كلهم نايمين؟ قام هي صحي صحي. اخبطي والله حرك ايده صحي معلم. هيا قوم خلص. ليه كلهم نايمين هيك؟ شو في؟ ما ازنخه فعلا انك خيخه. يا زلمه قوم. لو زلمه قوم. اذا انت اسد قوم. ان شاء الله ساعه بنصحي فيه عشان يقوم. يا لطيف يا لطيف. هذا متخدر. يلا كلنا مع بعض جاهزين هلا نشوف البلاك بانتر اللي هو الفهد الاسود بس نايم. احنا جينا قمنا بالواجب. مش انا اللي منيمه يعني. احنا جينا وقمنا صورينه. بالواجب. ملان حيوانات بس اغلبهم نايمين. اغلبه نايم. ولا واحد فش خلقنا وقام. السودي بقول لك كيف ترضى بتناديني فهودي. هذا صاحي من وسط كل النايمين. فهد صح؟ هذا فهودي. هذا مدرب صح. هذا بيعمل حركات. نفسه يطلع لنا. هذا الوحيد اللي فش خلقنا وقام بس مش عارف ماله متوتر. هذا الوشف. اكثر شيء مزعلني معك يا هيا انه لازم جبنا سيريا تتفرج معنا على هاي الشغلات صح؟ اول ما دخلت هون خطرت في بالي. الصراحه ما كان بالمخطط انه نطلع هيك مكان. بس والله العظيم انا وهي طول عمرنا بنحكي انه لازم ناخذ سيليا على حديقه حيوانات تيجي تتفرج. في رحله راح تكون مخصوص لسيليا بعد ما نخلص من رحلتنا هاي. في رحله مخصوص سيسي وسعود وشوق نطلع كلنا مع بعض. ايوه رحله كبيره بنعمل جمعه فيها وتكون هذه الرحله مخصصه لسيليا وسعود فعليا. بس صراحه يا ريتها ما اجت سيليا. منيح انها ما اجت صراحه. سعود صديق سيليا وهو نفسه ابن شوق وبيتزوجها. يبي يتزوجها عشان ياخذ الجنسيه السعوديه. كيف بدها تتجوز ولك خلص. طلعنا من حديقة الأسود. هي مش حديقة أسود، هي جزء من هاي الحديقة موجود فيها أسود، موجود فيها كتير فعاليات تانية. كلهم نايمين يا هيا. ريتنا ما لا حلوة كانت جميلة. هلا مكملين على وين؟ أنا هلا موجود على باب قصر مسلسل العشق الممنوع. خلينا ندخل مع بعض من المدخل نشوف التفاصيل كلها. هون بنبلش من المدخل يا حبايبي عشان نلاقي القصر اللي موجود هون واللي تصور فيه أحلى مشاهد العشق الممنوع اللي كلنا تبعناه وبنحبه. خلينا نطلع ونبلش في جولتنا. مش عارف شو اللي بصير معنا بالضبط يا جماعة، بس الأمور مش ماشية زي ما بدنا. من الآخر
حاولنا انه ندخل عندهم ونصور لكم جوا فيديو، اكتشفت انه المكان اصلا كله متغير. هذا اولا. ثانيا ممنوع نهائيا انك تصور فيديو. ثالثا ممنوع انك حتى تستخدم فلاش تلفونك. فبصراحة ما كان الموضوع زي ما بدنا، فكرت فيه تفاصيل اكثر جوا. تعالي العملية وخربتيها. المشوار هذا وطلع المتحف فاضي صراحة. احنا الثلاثة كنا متوقعين انه نشوف نفس التفاصيل اللي شفناها في المسلسل، بس شفنا سجاد. معرض متحف سجاد. ليش سجاد؟ ليش سجاد؟ تقييمي للمكان 0 من 10 ما عديت. انا ماينس. ماينس. لقينا هذا مسكر فراح نضطر نلف على الدرج الثاني اللي فوق. الكل عنده إجماع إنه أنا بهاي السفرة نكدة، خربت كل المشاوير. أنا اللي كان مضايقني إنه أنا لما أضحك هيك هدول بيفتحوا هيك، بس أنا الدكتور أول ما شافني ومسك منخاري قال لي أنت مش بحاجة، عندي انحراف خفيف أنا عمري بحياتي ما لاحظته، وقال عندي إنه الأنف هون طالع عن العينين لازم يكون لورا، فأنا لا ما بدي. يعني الكل بيقول لي الأنف عندك كتير حلو مش محتاج إشي، ما في لا سمح الله نازل لتحت انحراف مكسور عظمة طالعة، بالعكس طلعوا نفس الإشي. هذا بالنسبة للمشوار الأول. أما بالنسبة للمشوار الثاني ما توقعت يصير معنا هيك. يعني أنا شفت كثير ناس مصورة على التيك توك إنه هم بيروحوا على الأماكن اللي تصور فيها مسلسلات وتكون نفس ما هي من جوا، وهي الفكرة، هاي الحلو في الموضوع. أنتوا ليش قايمين كل شو حاطين سجاد؟ شو الفكرة؟ إيش أدخل أتفرج على السجاد أنا؟ حظنا الحلو إنه لقينا القصر تبع تصوير مسلسل نور مهند موجود ومتوفر ومفتوح، فبدنا نحاول ندخل ونصور جواته. خلينا نشوف التفاصيل مع بعض. شوفوا القصر ما أحلاه. هذا قصر مسلسل مهند ونور، إن شاء الله نلاقي فيه تفاصيل جوا نفرجيكم إياها، وما يكون فجأة تحول لمتحف زي البيت هذا. لما صورت لكم المنطقة هون قلتوا لي إنه هذا البيت تصور فيه مسلسل الأسيرة، وكمان مسلسل بس غيروا الموقع، فهذا هو المكان مسكر عايشين فيه ناس، وعلى الأغلب إنهم متأجرين المكان من ناس. فهذا المكان يعني كان متأجر في وقت المسلسل، أما هلا ممنوع الدخول عليه. والله يا حبايب القلب حاولنا قد ما نقدر إنه ندخلكم على المكان ونصور لكم تفاصيله سواء هون أو هناك، ولكن هذا اللي صار معنا. أنتوا زي ما بتعرفوا إحنا بنصور لكم كل إشي، مرات بتزبط معنا الأمور ومرات لا، بس اللي بيهمنا إنه نغطي لكم كل التفاصيل وتعيشوا معنا الأشياء الحلوة وبرضه الأشياء المش حلوة. أما هلا للأسف مضطرة أنهي الفيديو هون، لأنه مستنيكم فيديوهات نارية وخرافية وتحديات بتجنن، واحتمال يكون في مقلب. في مين ما بنعرف. استنوا الفيديو الجاي، بنحبكم كتير. كانت معكم هيا وشادي شوك. بنشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.